تقييمنا للميركاتو الصيفي بدون مجاملات وبكل صراحة يا محمد. صفقات نارية وقوية جدا جدا جدا. في أندية جابت لاعب، أندية جابت 2، أندية جابت 4، أندية جابت 7. حنكون صارمين جدا. وفي أندية كانت تحتاج جناح وما جابت جناح. طب محمد سؤال، اديني. تبغى أفعل زر فاعل. إلغاء العاطفة والصرامة ولا نكون يعني شوية كده؟ لا انت ايش انه يكون انا دخلني معاك. طب انا دائما مفعل. حكون منطقي جدا. قيم صفقات بدون عاطفة بدون مجاملات. وانتم معانا قيموا تحت ودونا رأيكم بالتقييم. جاهز يا محمد؟ جاهز. يلا اوكي يا محمد، هذه اللعيبة اللي حنقيمهم ايوه هؤلاء اللاعبين اللي حنقيمهم واحد بالترتيب. نروح زوما لاعب نادي العروبة. والله محمد صفقة قوية جدا. قوية جدا صراحة. صفقة قوية جدا. لاعب يا أحمد طبعا شوف احنا حنقيم الصفقات مو يعني اللاعب، الصفقة مع اللاعب. يعني هذه الصفقة حنقيمها بشكل عام. اوكي مو على مستواه في ايش كان يسوي وايش مستوى كويس ترى. ايوه انا عارف انه مستوى كويس، لكن حنقيم الصفقة بشكل عام. الصفقة كاملة قوية الصراحة بدون تردد. لاعب والله لاعب قوي، لاعب وامكانياته حلوة، خبرة كبيرة جدا. بس نسبة النجاح انا ما اتوقع تكون عالية. لا بالعكس، بحكم انه الفريق ككل محمد حيأثر عليه الصراحة. ترى الاهلي فاز بالقوة على العروبة المعلومية. هذا رأيي المتواضع. نشوف اللي بعده يا حبيبي. سمولينج برضو والله صفقة قوية جدا كمان. والله صفقة قوية. فين يا محمد سمولينج؟ في الفيحاء. ايوه والله ممتاز جدا. من ايام مانشستر يونايتد كان كثير طبعا ما يحبوه. في روما كان كويس، والحين في روما والله. وفي المنتخب الانجليزي كويس. انا والله اشوفه كويس. صفقة قوية. سمولينج صفقة قوية بصراحة. والله صفقة قوية. اوكي نروح احسك ما انت مقتنع. لا مقتنع. متعب الحربي. والله صفقة هذه صراحة خارقة. والله صفقة أسطورية والله. من كل المقاييس يعني إمكانيات اللاعب، بعيدا عن الناس اللي تقلل من مستواه في مباراة المنتخب الأخيرة، لكن إيش دخل احنا قاعدين نقيم الصفقة ككل مع إمكانيات اللاعب واحتياج الفريق، عمر اللاعب واحتياج الفريق صراحة. وقيمة الصفقة ممكن تنزل شوية، لكن الصفقة خارقة صراحة أسطورية. نروح للي بعده. مين هذا؟ لاعب النصر الجديد يا محمد. مين؟ ايش اسمه ناسي. ويسلي. ويسلي مواليد 2003 لحد الان طبعا. يعني ما لعب. تبغى الصراحة اديني. كل المواليد اللي جو انا اقيمهم صفقات عادية الى الان. ما في لاعب خارق ما في بصراحة. هو امكانياته حلوة اوكي، لكن صفقة قوية بصراحة لا، عادية. ايوه بصراحة اتفق معك، صفقة عادية. انا اتفق معك. نروح للي بعده. سيميكان. صراحة عادية، صفقة عادية صراحة. الحين يقولوا لك هتقول دقيقة كل أندية الكون تبغاه وريال مدريد يبغاه. انا ما يهمني مين يبغاه، انا يهم اللي انا شخصي شفته من المقطع، شفت انه لاعب عادي بصراحة. وحتقيم الصفقة ككل. النصر كان يحتاج مدافع، احتياج اولي ولا يحتاج لا جناح؟ والله يحتاج احتياج اولي. اولي بصراحة. اوكي احتياج قوي، لكن اللاعب يعني ما شفت شيء خارق منه بصراحة. يعني حتى اسمه مو كبير يعني الصراحة. يعني سمولينج وزوما لو جو النصر حتكون صفقة قوية جدا عشان الاسم يعني الحاله والاسم والخبرة والامكانيات وكل شيء. فالصراحة تتفق صح؟ اللي بعده حيجيك واحد طبعا يقول لك هذا أندية العالم تبغاه. بنتو صفقة عادية والله. بنتو صفقة عادية بعد الكارثة اللي سواها. لا خلي الكارثة. أنا ما أتكلم عن مستوى الاسم برضو صح. اسم معليش مع احترام شديد. لو تقول لي يا شيخ بيريز يتصل عليه كل يوم ما يهمني، اسم مو مرة قوي من جد. كان يلعب في الدوري البرازيلي، صغير في السن. انا اشوف صفقة عادية بصراحة. صفقة عادية برضو صراحة. نفس الشيء الى الان صفقات النصر في النهاية ترى قاعدين نقول آراء شخصية وما نركز على الفريق. وفي صفقات ما حنقولها لانه ما شفنا اصلا اداء اللاعبين، فما حنجيبها صحيح. يعني اللي حيقول لي فين اللعيبة دي. طيب حسام عوار والله صفقة قوية عادية. احمد كاسم ككل اصبر كاسم وكاحتياج الاتحاد ما يحتاج.
ايوه بس الاحتياج اللي جاء يحتاج لاعب. ما لعب عوار، مين حيلعب؟ مو محمد انا حرجع اعيد واقول كورنادو افضل منه. راح كورنادو طار وحلق ايوه فانت لما تجيب بديل اقل من اللي كان موجود فانا اشوف صفقه عاديه. هذا اذا كان اقل. احمد اللاعب راح طنش كورنادو الحين، لا تحسبها كذا، خليك منطقي. انا ماني قاعد احسبها كذا. كورنادو راح طنش انساه. عوار كاسم يلعب في اوروبا ومستواه كويس واحتياج للفريق. برضو ارجع اعيد الجمله واقولها، لو جبت لاعب بديل أسوأ من اللي موجود اللي كان موجود كذا حزعل. انت دخلك في اللي خلاص راح. هذا رايك. انا هذا رايي. خلاص محمد عوار يقول صفقه قويه. اللي بعده. طيب اللي بعده اوبا هذا لاعب اللي ايش اسمه برجوان. برغوان. والله دقيقه، والله هذا اسطوريه صراحه. على الملخص اللي شفته هذه صفقه اسطوريه والله. برغوان صراحه والله يتصنف اسطوريه، لانه صراحه يعني لعب في الدوري الانجليزي كمان مع توتنهام وعمره صغير. لا دقيقه ممكن اتراجع. ليش؟ احتياج اساسي جدا، لانه انا تقييمي لديابي حيكون مو اسطوري، فيعني هذا حيكون افضل من ديابي. لا صراحه وامكانياته خارقه وصفقه ممتازه، فانا اشوف قويه صراحه. يعني انت تشوف انه ديابي افضل من برغوان حيكون افضل بشويه. ايوه طبعا. بناء على ايش؟ على الامكانيات وعلى التجارب اللي خاضها وعلى احتياج الفريق وعلى كل شيء. اوكي. ولسه هذا ما شفناه مع الاتحاد كيف، وشفنا ديابي، فلا لا نكون ظالمين. فايش انت تتفق ولا تختلف؟ والله هو له تجارب وله اسم برغوان وعمره صغير تجاربه مو كثيرة يعني، بس هو قائد توتنهام لحاله. التجربة هذه الحالة قائد لأياكس وكابتن اياكس بس واحتياج فريق. انا اسطورية اشوف والله اسطورية. انا اشوف اسطورية بصراحة. محمد يقول اسطورية، انا عشان ديابي ما ححط اسطورية الصراحة. ما لك في اللعب الثاني الا لازم يكون تقييمي ما لك علاقة منصف. في اللعب الثاني انت ايش دخل؟ نروح للي بعده موسى ديابي. موسى ديابي شوف لو ما شفت مستواه مع الاتحاد ايوه كنت احطه اسطوري، بس انا اشوف صفقة قوية. بس بدري جدا انك تحطه. ايوه هو كله بدري، بس هذا مبدئيا كله بدري. انت تقول بناء على مستوى مع الاتحاد. ايوه بس نزل شوية من وانا شو تعرف رأيي قبل لا يجي قلت رأيي بصراحة عنه. انا اشوف صفقة قوية. قلت صفقة كويسة وقوية لكن مو اسطورية. ما لها علاقة بمستوى مع الاتحاد صراحة، بس لكن صفقة قوية جدا. اوكي تتفق يعني. ايوه. الكسندر لاعب الاهلي مواليد 2000. صفقة عادية. لاعب كويس امكانياته حلوة، صفقة عادية لكن مو اسم كبير. سيبك من انا اشوف صفقة قوية. صفقة قوية وامكانياته قوية. طب قلنا امكانياته قوية لكن مو اسم. ايش دخل؟ انا ما اتكلم على الاسم بس على الامكانيات برضو. محمد شفنا لا صفقة قوية. امكانياته كويسة. طيب ما اختلف. كويسة جدا وانسجم مع الفريق بسرعة وما اخذ فرصته. بس والله الصراحة وتذكروا كلامي، هذا حيكون حديث الاهلي الموسم هذا. انا متأكد انه حيكون مستوى كويس. امكانياته مرعبة. انا متأكد انه حيكون مستوى كويس، لكن انا اشوف صفقة عادية كصفقة. صفقة عادية. رأيك؟ بصراحة انا اشوف انه قوية. توني يا توني ايفون توني والله صفقة اسطورية صراحة. اسطورية والله اسطورية تعتبر احمد. انا اشوف مو اسطورية الصراحة، انا اشوفها قوية. اديني سببك عشان اقول لك انا سببي ليش. امكانياته حلوة وقوية وكل شيء، لكن برضو اسمه وخبرته مو كبيرة الصراحة في الفرق. فرق ايش اللي لعب فيها؟ الدوري الانجليزي لحاله. مو الدوري الانجليزي. محمد متروفيتش وين كان يلعب؟ بيريرا لاعب افشل. خلي بيريرا ما لي دخل. افشل صفقة في تاريخ الهلال كان يلعب في الدوري الانجليزي. ما لي دخل في بيريرا. انا اتكلم متروفيتش وين كان يلعب. مو مقياس. كان يلعب في الشامبيونشيب ترى. الانجليزي مو مقياس. يلعب في الدوري الانجليزي ممتاز. مو مقياس. الدوري الانجليزي مو مقياس. وعمر اللاعب مو مقياس كمان. واحتياج الفريق مو مقياس. صفقة قوية من كل النواحي. احتياج محمد فريق. ليه تقلل؟ صفقة قوية مو يعني سيئة. انا قاعد اقول لك قاعد ابرر رأيي بس. احتياج فريق حلو، امكانيات لاعب، توقيت الصفقة صراحة صفقة اسطورية بصراحة. هذا رأيك؟ انا اشوف أسطورية. انه قوية. اوكي نروح لبيريرا. عادية. لا قوية.
صفقة قوية أحمد. انا اشوف عادية. أحمد صفقة عادية لاعب جدا. يلعب دائما مع المنتخب البرتغالي. يلعب دائما. ايش يعني يلعب؟ باريس سان جيرمان مرات كثير يكون الكابتن ويلعب لك مركزين. بصراحة والله صفقة قوية. انا اسف. طب محمد صفقة سؤال قوية. كذا منطقي عشان نكون واضحين. ايوه تقارن بيريرا بسمولينج وزوما طبعا. وافضل منهم يكون ما قلت افضل منه بس كصفقة. نفس المستوى؟ كصفقة نفس المستوى؟ لا انا اشوف سمولينج وزوما افضل طبعا. لكن كصفقة من مو كل مدافع النواحي. اصلا محمد أحمد. وحيلعب دفاع. احتياج فريق ايوه، اسم كبير ايوه، تجارب كبيرة ايوه، هذا إمكانيات رايك؟ كويسة ايوه. رايك؟ انا اشوف انه بس صفقة عادية صفقة الصراحة. قوية. نروح رايكوفيتش صراحة شوف والله اسطورية. والله اسطورية. امكانياته خارقة. هذا امكانياته خارقة. تمزح ولا إيش؟ والله امكانياته قاعد خارقة. يمزح احمد. والله امكانياته خارقة يا محمد. والله اللي التصديات اللي قاعد يصدها مو طبيعية. اوكي وهو من احد شوف بدري بس فوز الاتحاد المباراة الاولى هو السبب أيوه. الرئيسي. انت ايش تقول؟ صفقة قوية. ايوه والله محمد هذا مجنون. بس بغض النظر يعني انا سيبك من اسمه. لا اصبر يا ابني اصبر. انت ليه مستعجل؟ انا بناء على دائما اقيم قاعد على احتياج فريق طبعا يحتاج امكانيات خارقة. اسم لاعب اسم لا. اسم لا بس صراحة أيوه. انا اشوف صفقة قوية. احتياج امكانيات انا اشوفه خارق. ايوه نروح للاعب الهلال. ايش اسمه؟ ماركوس ليوناردو. ماركوس صفقة عادية صراحة. عادية جدا. ما شفت اي شيء صراحة. ما شفنا اي شيء. ولا انه اسم كبير جدا ولا انه اسم كبير. ولا اشوف انه احتياج يعتبر. مو احتياج. لا الا ممكن احتياج مهاجم؟ ايوه ما في مهاجم. اي ما في مهاجم اتوقع الحين. راح رديف وصالح فاحتياج الا احتياج. لكن الاشياء الثانيه صراحه صفقة عادية. ايوه. نروح لكانسيلو. أسطورية بلا نقاش وبلا تردد. صراحة من كل النواحي. بلا نقاش وبلا كاحتياج فريق كامكانيات كاسم كله ما يحتاج. حمد الله. أسطورية جداً بلا جداً نقاش من وبلا افضل تردد. المهاجمين في تاريخ الدوري السعودي صراحة. بلا احتياج نقاش. وامكانيات كله بلا نقاش. اللي بعده ناتشو ناتشو. والله صفقة أسطورية. والله صفقة أسطورية بلا نقاش وبلا تردد. صفقة كبيرة جدا ولا واللي يعجبني تاريخية. فيه قاعد يلعب بروح. والله قاعد يلعب مرة بقوة صراحة. اوباميانغ. صفقة قوية. أسطورية. شفنا قاعد يضيع بالامتياز بس هذا اللي شفناه. صفقة أسطورية لا الصراحة. بناء على احتياج فريق إمكانيات اسم. صفقة أسطورية والله. انا اشوف معليش. قوية الصراحة. صفقة أسطورية عشان بصراحة. نكون منطقيين. يبغى لنا المرة الجاية محمد انا اسوي لي جدول وانت جدول لك عشان لا نتلخبط كذا. إيش اللي نتلخبط؟ أحمد أنت صراحة تيجي قاعد تسوي أنت بس لو تلاحظ مرة كذا ما في ومرة صفقة كذا. سيئة قيمناها سيء. إيه لا ما في صفقات عادية. بس انت صفقات لاحظت قوية، ترى صفقات- تقييمك كذا. هذا رأيي واكتبوا رأيكم بكل صراحة وحيادية والصفقات الأنسب لكم. وصلنا للمقطع. لايك كومنت شير. سلام.